وصفة الثوم المشوي خطيرة البنات للحمل. الناس اللي كيعانيو من برودة في الرحم، نزول الوالدة، الحكة، السيلان المهبلي، الرائحة الكريهة، اي مشكل، فهاد الفيديو اختي لك. مرحبا بك معنا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه للحمل، يطلبوها مني بزاف ديال الاخوات في لاشين الاولى ديالي. فمرحبا بكم، تبعوا معنا لا فيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوناش من واحد لايك وكومنتير زال بحالكم فضلا وليس امر. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، عندنا فقط مكون واحد اللي هو الثوم. يكون الثوم الاحمر كيف ما كتشوفوا. هذه البنات وصفه خطيره جدا للحمل، وصفه اللي بزاف ديال الاخوات نجحت معاهم. الناس اللي عندهم مشاكل في الانجاب فيتبعوا معايا هاد الوصفه هادي. مشيتي عند الطبيب قال لك ما عندك حتى شي مشكل، فديري هاد الوصفه هادي ان شاء الله باذن الله. غادي يجيب الله التيسير من بعد هاد الوصفه هادي. فقط غديروها قبل الدوره الشهريه ب3 ايام، المده ديال 3 ايام، ومن بعد ما تغتسلوا من الدوره الشهريه المده ديال 5 ايام افضل. غادي تنقينا مزيان مزيان. عندكم الحكة في المهبل، عندكم البرودة في الرحم، عندكم الوالدة فيها الرائحة كريهة، عندكم اي مشكل، فهاد الفيديو هذا او هاد الوصفة هادي ليك اختي. فبقاي معايا ما تزابيش، نوريك الطريقة باذن الله. اول حاجة البنات غادي ناخذ واحد الفص ديال الثوم، يكون صغير. قلت لكم البنات من الافضل يكون الثوم الاحمر حيت عنده البنات بزاف ديال الفوائد. غادي نديرو في واحد القطيب اولا في الموس، ونديرو فوق البوطه مهيله البنات، ما ديروش في بوطه مجهده حيت غادي نوريكم الفرق. الا درتوه في بوطه مجهده راه غادي يتشوى، ولكن غادي يبقى يحرقكم. الا ما تشواش مزيان يعني خاصو يولي على شكل مطاطي، ديك الساعه غادي تسهل طريقه الاستعمال ديالو. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي هاد الوصفه هادي فين غادي نديروها، غادي نديروها البنات في المخرج ديالنا. البنات شوفوا هاد الطريقه، مثلا درناها في بوطه هانتوما عافيه مجهده، غادي غير تحرق لينا. شوفوا البنات، شفتوها دغيا غادي تحرق. شفتوا هيا غتبان لكم صافي راها طابت، ولكن البنات هذا راه خطأ كبير. الطريقه الصحيحه البنات كيف ما كتشوفوا، ها نتوما نخليوها تستوي غير على خاطرها بشويه. من بعد ما شوينا الثوم، شوفوا البنات هذه راها قاصحه، يديها كحالو كيف ما كتشوفوا راه قاصحه. وشوفوا البنات هذه مطاطيه. صافي البنات دابا غادي نديروهم في الزيت العود كيف ما كتشوفوا، صافي بهذه الطريقه. وغادي نديروهم على شكل تحاميل المده البنات كيف ما قلت لكم قبل الدوره 3 ايام، ورا الدوره ان شاء الله الا قدرتي ديرهم 5 ايام. راهم البنات تحاميل خطيره وغزاله بزاف بزاف بزاف. غادي تهنيك من البرودة في الرحم، عندك افرازات صفراء، اي لون ديال الافرازات، عندك الرائحة الكريهة، اي مشكل عندك في المهبل ديالك غادي تحل ان شاء الله مع هذه الوصفة هذه باذن الله. بالنسبة للبنات هذه الوصفة هذه راه كتبغي الثومة تكون صغيرة بهذا الشكل هذا. هانتوما البنات تكون صغيرة بزاف، والناس اللي عندهم ثومه كبيره يقسموها على جوج وشويوها على نار مهيله البنات باش تستوي معكم وتستافدوا منها ان شاء الله.